نزيف شرجي أو نزول دم من فتحة الشرج ده من الأعراض اللي بيشتكي منها مرضى كتير جدا بيجولنا العيادة. هنعرف حضراتكم على أشهر سبب لوجود نزيف شرجي في فقرة عرض ومرض. من أشهر أسباب وجود نزيف شرجي أو نزول دم من فتحة الشرج هي البواسير اللي بتكون عبارة عن انتفاخات دموية أو تمدد في الأوعية الدموية اللي موجودة في قناة الشرج. البواسير نوعين، بواسير داخلية وبواسير خارجية. درجات البواسير الداخلية 4 درجات. الدرجة الأولى بتكون داخل فتحة الشرج أو داخل قناة الشرج، ما بتعديش خالص فتحة الشرج. الدرجة الثانية بتنزل أثناء عملية الإخراج وبتدخل تاني داخل الشرج لوحدها. البواسير من الدرجة الثالثة دي بتنزل أثناء عملية الإخراج وما بتدخلش تاني إلا إذا الشخص دخلها بإيده تاني أو استخدم إيده في إدخال البواسير داخل الشرج. البواسير من الدرجة الرابعة دي بتبقى انتفاخات خارجة من الشرج وموجودة بصفة دائمة بره الشرج. بيحصل نزيف من البواسير نتيجة وجود التهابات شديدة، وجود مضاعفات زي تجلط البواسير أو وجود قرح في البواسير. نزيف البواسير بيكون نزيف عنيف ممكن يؤدي لحدوث أنيميا حادة، وساعتها المريض بيدخل في مشاكل كتير جدا. علاج البواسير دلوقتي بقى علاج سهل جدا جدا باستخدام الليزر والدوبلر، وأحيانا بنلجأ لاستخدام الدباسة. كل الطرق دي طرق آمنة وفروا علينا كتير جدا في علاج البواسير، وخصوصا الليزر طفرة كبيرة جدا جدا في علاج البواسير. خلال أيام معدودة المريض بيقدر يمارس حياته ويرجع لحياته الطبيعية تماما بدون أي مضاعفات أو بمضاعفات أقل بكتير جدا جدا من الطرق التقليدية التانية. شكرا جزيلا لحضراتكم.